المركب لو فيها خرم اعرف ادور المركب وجواها الخرم على بلاط خرم، اعرف ادور المركب لو فيها خرم اعرف. ما تقول لنا يا عم، قول لنا يا عم الخرم فين وسده، لان ماسوره الاشاعات اللي انفتحت في نادي الزمالك دي بعد رحيل جون ادوارد مخليانا هنخنقوا من الكتمه اللي احنا فيها. ليه بقى؟ انت النهارده سبت المجال مفتوح لاي حد طالع نازل راكب ماشي سايق عايم يتكلم ويقول لك ده مدير رياضي جاي، ده محمد عادل صديق بتاع الاتحاد جاي، ده فلان جاي، ده حسام الزناتي جاي، ده جاي. انت النهارده فتحتها على البحر ومش قادر تقفلها. انت النهارده اللي طلعت وقعدت تقول وفتحت صدرك ولو المركب فيها خرم هسدها وهمشي بيها وعملت لها عنطرة مشدات. في النهايه الى اين الزمالك الموسم القادم؟ الزمالك هيروح لفين السنه الجايه؟ كل المؤشرات بتتكلم في فشل نادي الزمالك. هتقول لي يا ونز في بدايه الموسم اللي فات كل المؤشرات كانت بتقول لك ان الزمالك الى حد ما مش هينافس، لكن الزمالك دعم، لكن في النهايه الزمالك هو بطل الدوري. هاجي اقول لك انت عملت المتاح حاليا في الموسم اللي فات طبعا انك تقول هبدا انافس، لكن السنه دي لا صفقات جديده ولا استقرار مادي ولا استقرار معنوي ولا استقرار حتى اعلامي. انت النهارده سبتها مفتوحه. عضو مجلس اداره نادي الزمالك اللي كان بيتكلم امبارح مع مهيب عبد الهادي وبيتكلم عن فشل جون ادوارد بسبب سبب واحد بس، ان هو مش عاوز معتمد جمال يكمل. هسألك سؤال بما يرضي الله وسألته في اكتر من حلقه، لو في بدايه الدوري الزمالك فشل في انه يجيب نقاط العلامه الكامله في اول 10 ماتشات او في اول 5 ماتشات او حتى تعثر في بدايات الدوري، ما مصير معتمد جال مع الزمالك؟ هتسيبه ولا لا؟ يعني لو فشل هتسيبه يكمل الفشل بتاعه؟ طبعا هتمشيه، فتجيب مين؟ مدير فني اجنبي. طب ما راجل بيختصر عليك القصه دي كلها ويقول لك هات مدير فني اجنبي. عامه اللي خلاك تجيب زي معتمد جمال تجيب اللي احسن منه. القصه في ايه او الفشل في ايه؟ ان انا بقول لك ان المفروض الزمالك يكون عنده واحد مسؤول عن كل حاجه، مدير رياضي، يجيب لك مدير تعاقدات، يجيب لك جهاز اداري، يجيب لك كل حاجه هو مسؤول فيها تقدر تحاسبه. لكن انا هحاسبك ازاي؟ ده انت النهارده اول قراراتك بعد رحيل جون ادوارد وهو تعيين ايمن طاهر مدربا لحراس المرمى. لما سمعت الخبر انا يعني مش في لفظ عاوز اقوله من 3 حروف، اوله الف ونهايته الف، لفظ من 3 حروف كنت عايز اقوله مع يعني موسيقى ما هتطلع. ليه؟ انت النهارده بترجع لنفس الحرس القديم تاني اللي كان موجود ايام عهد المستشار مرتضى منصور، بترجع لنفس الاسماء. ليه ايمن طاهر بالذات؟ ايه اللي حققه ايمن طاهر منذ رحيله عن نادي الزمالك؟ ايه الانديه اللي دربها؟ ايه الانجازات اللي عملها ايمن طاهر منذ رحيله عن نادي الزمالك؟ نقطه من اول السطر. انا جايب بقى ناس تبدا عشان اقول للناس كلها انا كان عندي مدير رياضي فاشل فبجيب اسماء قويه. مين؟ ولا حد. ما بداتش باي حاجه. لكن الخبر اللي فيه بصيص من الفرح اللي هو اخيرا الزمالك على استاد العاصمه الاداريه الجديد بيبدا استعداده ومعسكره للموسم الجديد. وخلي بالك الزمالك شكله هيبقى اول بطل دوري يهبط في الموسم اللي بعديه. كل المؤشرات بتقول لك كده يا ونزي. طب المؤشرات كانت بتقول لك برضه، ما هبدا اقول لك مؤشرات السنه اللي فاتت شيء والسنه شيء، ده كله عشان جون ادوارد مشي. يا ابني شيل جون ادوارد وحط اسم معين. الراجل ده كان مسؤول. لما معتمد جمال نفسه المدير الفني الحاصل على الدوري المصري الممتاز الاعجازي بالنسبه لجماهير نادي الزمالك طلع واتكلم مع ابراهيم فايق قال لك جون ادوارد عايز عمليه للعيبه ادفع، جون ادوارد فيه مساحات بيدفع، جون ادوارد بيخلص. حل المشاكل الناس. انت النهارده لحد اللحظه دي ما جبتش مدير رياضي. انت النهارده المفروض حتى لو عندك مشاكل مع فلان اللي هو جون ادوارد ده تكون مجهز له بديل جاهز يمشي يكر فلان على طول لو في اداره بتتحكم في كده. لكن الاداره عندنا نايمه في العسل. الناس النهارده في الصور المنتشره على السوشيال ميديا لمعسكر نادي الزمالك اتكلموا عن عدم وجود عبد الله السعيد في التدريبات. الناس قال لك ده في اليونان بيقضي اجازته، ده فعلا في اليونان. لكن انا عندي معلومه واتمناها تكون كده، والله اتمناها تكون كده. ليه؟ لان عبد الله السعيد يفكر حاليا وبجديه في الاعتزال. خد قرار؟ لا لسه. انا بالنسبه لي مش هينفع عبد الله، مش هينفع في الموسم ده، والله ما هينفع. لاعب ذو خبره يجلس في الملعب واللي يقول لك عكس كده كذاب ومنافق وابيض. عبد الله السعيد ما زالت الورده تاتي بريح طيبه. عبد الله السعيد شكله باين في الملعب مش محتاج كلام من اي حد. فانت هتيجي النهارده عبد الله تسيبني في الموسم اللي انا عندي فيه نقص وان انا كمان عندي اداره بتوديني الفشل. الزمالك من دون عبد الله السعيد يتجه في نص الملعب الى الفشل. عبد الله قائد، عبد الله ليه شخصيته في الملعب، عبد الله لمساته موجوده. اتمنى يكون، انا بقول لك عندي معلومه، اتمنى يكون معلومه كده، يعني عندي معلومه كده والله العظيم بتمنى انها كده، او اتمنى ان عبد الله السعيد يفكر جديا في انه على اقل شيء يقضي الموسم ده مع الزمالك.
والله العظيم، لان الموضوع شكله هيروح في حته سيئه. بص يا صاحبي، الاهلي بعد التعاقد مع منصف بكار ومع بن جديده ومع قطاع عبد الله، الاهلي بيدي عن طريق حسين عموته الضوء الاخضر لمحمد شريف. الاهلي هيحسم خلال الساعات القليله الساعات القليله القادمه موقف محمد شريف ومحمد مجدي قفشه. الاهلي من الاخر عاوز يستغل او يمشي لعبه استغلالا لرواتبهم العالي. الاهلي بيتجه لتقليل النفقات. خلي بالك الاهلي بيتبع نظام لئيم جدا هتشوفه قدام. هقول لك دلوقتي. بص يا سيدي، هو هيمشي محمد شريف ان هو بياخد حوالي 23 مليون او بياخد حوالي كام؟ بياخد اعتقد كام؟ 23 مليون اعتقد، مش فاكر والله صح، ما اعرفش مش فاكر الراتب بصراحه. المهم، وعامة بعيدا عن راتبهم، عموته في وجود منصف بكار وسفيان بن جديده وقطاع عبد الله مش هيحتاج مهاجمين جداد. فخلال الساعات القادمه ممكن تسمع رحيل محمد مجدي قفشه ومحمد شريف عن القلعه الحمراء. حكايه الرواتب اللي كده فيها ديت، يقول لك اصل انا بمشي مثلا تريزيجيه عشان الرواتب، بمشي فلان عشان الرواتب. انا بقولها لك بما يرضي الله، الاهلي اللاعب الوحيد اللي مش هيقدر يكسر الموضوع ده غير بتعويضه ماديا هو زيزو. وفي لاعب جاي اللي الاهلي النهارده قدم عرضه يعتبر الاخير للاعبه ونجم منتخب مصر امام عاشور لتجديد تعاقده. الاخبار المنتشره والمتداوله بيقول لك بتقديم الاهلي عرض 30 مليون جنيه في الموسم بالاضافه ل 30 مليون جنيه اعلانات. طب يا عم الحاج، طب ما انت برضه في بند اعلانات اهو هتزوده ل 60 مليون جنيه. قال لك ماليش فيها، امام عاشور حاجه خاصه، خلينا نشوف الايام الجايه. لكن لو ده العرض المقدم، انا بقول لك امام عاشور هيجدد. لو الارقام المنتشره على السوشيال ميديا دي حقيقيه حط ده من خط حقيقي لان نسبه كبيره مؤكده يعني، امام عاشور هيجدد وفي طريقه الى التجديد. خلينا نشوف الايام الجايه فيها ايه. بص يا سيدي، الاهلي خلاص بنسبه كبيره بكره بالكتير بعده هيعلن عن رحيل لاعبه ونجمه الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، الموهبه التونسيه اللي انفجرت في وش جماهير النادي الاهلي. محمد علي بن رمضان اللي ما قدمش الاداء المطلوب وما قدمش اللي الجماهير كانت مطالباه. يعني في ناس كانت بتنام تحلم محمد علي بن رمضان يلبس تيشيرت النادي الاهلي، في النهايه هو اول ناس بتطالب برحيله. نادي الشمال القطري في اتفاقات متقدمه قد تتجه لانهاء التعاقد كمان بنسبه كبيره. اللاعب خلص مع الشمال القطري واصبح محمد علي بن رمضان خارج صفوف النادي الاهلي متجها الى الشمال القطري. وشفت الزمالك بوظ على الاهلي ايه؟ سيبك بقى من الكلام بجد والله. شفت الزمالك بوظ على الاهلي ايه؟ تعالى عد لي كده: العش، عمر الساعي، سيحه، محمد علي بن رمضان، تريزيجيه، احمد عيد، اللي خلي بالك اللي لسه جاي اهو بقاله 6 شهور اهو. الاهلي ما عندوش مشكله ولا مانع من رحيله عشان تبقى عارف. محمد شكري، جراديشار. شو الاهلي بيمشي مين؟ الاهلي بيمشي نجوم. تتكلم في محمد شريف ومحمد مجدي قفشه، الاهلي بيمشي نجوم. شفت الدوري التاريخي اللي عمله كابتن حسين لبيب الزمالك عمل في الاهلي ايه؟ فاكر بعد نهايه القرن الزمالك عمل ايه؟ فرجاني واشرف بن شرقي وطارق وفتان، كل ده مشي. بطوله واحده غيرت مسير نادي الزمالك. انت النهارده دوري واحد خسر الاهلي ايه؟ خلي بالك انا والله مع كميه الصفقات المرعبه اللي يعملها الاهلي دي ورجع كده ده في نهايه السنه. انا مش خايف من الاهلي والله، ما خايف من الاهلي ايا كانت النتائج. انا خايف من فشل الزمالك في عدم وجود اداره حكيمه او على اقل شيء مدير رياضي محترم. الزمالك سيصبح اول فريق عنده في الدوري مصري يهبط الموسم اللي بعديه. توقعها مش هتوصل لغايه الهبوط يعني، هتوصل لحاجات صعبه جدا لو ما حصلش وجيه واحد حكيم يدير المركب دي. كل سنه وانتم طيبين. في النهايه ده ملخص كلامي، ملخص خبر النهارده. عجبك كلامي تنساش من فضلك بعد اذنك تعمل لايك واشترك وفعل زر الجرس. ما عجبكش كلامي ممكن تقول عليا في الكومنتات، وان شاء الله اروح حلقه جديده. والسلام.